السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في حي الروزمت في كريتر، أنا وزميلي الصحفي. اتجهنا قبل قليل إلى ثانوية لطفي جعفر أمان، أقدم ثانوية أو مدرسة في مدينة عدن. حاليا المدرسة تتعرض لعملية بناء في الساحة الأمامية للمدرسة في قبالة مستشفى عدن العام. اللافت للانتباه أن عملية البناء تمت عن طريق فتح باب صغير في سور المدرسة من الخلف، وإدخال البردين وإدخال المعدات البناء. لا يوجد أي ترخيص، لا يوجد أي يافطة، لا يوجد مقاول. توجهنا إلى المكان وصورنا لكم الأعمال اللي تتم داخل المدرسة. هذا في الوقت اللي أبنائنا لا يجدون مدرسة حكومية ليدرسوا فيها. جميع المدارس الحكومية مكتظة بالطلاب، وهذه المدرسة بدل أن يتم إعادة ترميمها يتم تحويلها حاليا إلى محلات. الموضوع بين أيديكم والصور ستظهر أمامكم، ونتمنى التوضيح من قبل مكتب التربية والتعليم والمسؤولين في عدن.